لو شُفت بيستك ناو هتروح تشتري جيرسي؟ طب لو سمعت أقوى كارت في مصر تروح تشحن رصيد؟ طب لو هتاخد بريك تاخد فعلًا كيت كات؟ أكيد مش بالضرورة. طب لو كمّلت الفيديو ده للآخر هتعرف إيه اللي بيحصل في دماغك لمّا تشوف إعلان؟ أكيد بالضرورة هتعرف. اللي هنتكلم فيه النهارده مش بس بيحصل لمّا نتفرج على إعلان، لأ، ده بيحصل عامةً لمّا نتعرض لأي موقف في حياتنا، وكُتّاب الإعلانات والميديا بيستغلوه بشكل غريب لتحقيق مبيعات أو توجيه الرأي العام. تعالوا نعرف إيه اللي بيحصل. أغلب الناس فاكرين إن قراراتهم بتعتمد على التفكير والمنطق، لكن المفاجأة إن 95% من قراراتك تبدأ في اللاواعي قبل ما توصل لمرحلة الاعتقاد أو القرار. نشعب الموضوع أكتر. أول شيء بيحصل لما تتعرض لموقف، الدماغ العاطفي بيتفاعل الأول قبل العقل المنطقي. قبل ما تفكر، قبل ما تقيم، قبل ما تقول حتى ده يناسبني ولا لأ، في جزء في دماغك اسمه اللوزة الدماغية تشتغل خلال 2 من 10 من الثانية ويدي حكم عاطفي. هتبتدي تقول الشيء ده يناسبني، ده بيريحني أو بيخوفني أو بيشبهني أو يهمني أو ما يهمنيش. هنا بيبدأ يشتغل حاجة اسمها تريجر. فبندخل على المرحلة التانية اللي ملخصة إن بعد ما اللاواعي بتاعك قرر بشكل عاطفي، الواعي هيبرر له بشكل منطقي. بعد ما يشتغل التريجر أو المحفز، يبدأ عقلك اللاواعي يسترجع تجربة قديمة مشابهة مريت بيها وأنت صغير مثلا، وبسببها اتكونت جواك شعور مرتبط بالموقف القديم، فبيظهر في المستقبل على شكل ردة فعل تلقائية هي في الأصل انعكاس للي حصل لك في طفولتك. طيب نشعبل التريجر أكتر بمثال. وأنت صغير مثلا كنت كل ما تطلب حاجة بيتقالك لأ، فالنتيجة لما تكبر بتخاف من الطلب، ولما تتجرأ بتخاف كمان من الرفض. نرجع بقى للخطوة التانية اللي فيها اللاواعي بيقرر. بعدها التريجر يشتغل وداخل للعقل الواعي، بيبدأ يبرر القرار لكن مش بيصنعه. وده بيبرر لك إنك ليه ممكن تكره إعلان أو شيء من غير سبب واضح. ممكن تشتري منتج أنت مش مخطط له، ممكن تنجذب لشخص من غير ما تعرف ليه. فمنين بقى مدخل صناع المحتوى والإعلانات والميديا؟ مدخلهم منطقة التريجر. فممكن بقى يستخدموا مثلا إيقاع مزيكا، كلمات معينة، ألوان، تعبيرات للوش، انفعالات، قصة بمشاعر معينة عشان يعيشوك تجربة. وأي حاجة من دي لو تمت بشكل مدروس هيشتغل التريجر عندك وتمشي في العملية اللي شرحناها عشان تاخد القرار اللي هم عايزينك تاخده. فهمك للنقطة دي ممكن تكون نقطة تحول في حياتك كلها، لأنها تفهمك أسباب انفعالاتك، قراراتك. فلو عرفت إيه اللي بيشغل التريجر عندك هتقدر بشكل كبير تتحكم في حياتك. في النهاية متنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وفولو لو بتشوفنا على السوشيال ميديا. سلام.